لم تختلف لغة تفاصيل قرار مجلس الأمن رقم 2703 عن القرارات السابقة، فالجزائر حاضرة كطرف أساسي، والدعوات إلى احترام اتفاق وقف إطلاق النار الموجهة إلى جبهة البوليزاريو المتواصلة. ولعل الجديد الذي جاء به هذا القرار هو تمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام إضافي، مع مواصلة الإشادة بالمقترح المغربي للحكم الذاتي والتنويه بالجهود المغربية الجادة من أجل التوصل إلى حل سياسي مقبول. وعاد التقرير إلى التأكيد على القلق المتزايد حول الأوضاع داخل المخيمات ونقص التمويل الموجه إليها، فضلا عن تراجع المساعدات الغذائية، ما يجعل الأوضاع هناك متدهورة، إلى جانب الدعوة من جديد وبقوة إلى إجراء عملية الإحصاء في المخيمات، والتي تواصل الجزائر رفض إجرائها.